عمرك سولتي راسك علاش كتخافي من الرفض؟ علاش ديما كتشكي في ذاتك؟ علاش كتقلقي بلا سبب وكتحسي بنيتك ضعيفة قدام الآخرين؟ عمرك قلتي علاش أنا هكاك؟ اليوم غادي نقول لك الجواب يمكن يكون مخبي في طفولتك. السلام عليكم، معكم أنا ليلى، وبغيت نحكي لكم على قصة يمكن تلقاو راسكم فيها. قصة طفلة صغيرة كانت كتعرف غير البراءة، ولكن الجروح عرفتها قبل الوقت، وهاد الجروح كبرت معاها حتى ولات كتسير حياتها بلا ما تعرف. ليلى الصغيرة كانت كتلعب وتضحك بحال أي طفلة، ولكن في الدار كان عالم آخر. الأب ديالها كان دايما معصب، غارق في المشاكل اليومية. الأم كانت طيبة ولكن ساكتة من الخوف. ليلى كانت كتسمع غير سكتي، ما عندكش الحق تهدري، بركة من صداع الراس. كانت كتشوف والديها كيسلطوا الضغط على بعضياتهم قدامها، والصريخ كان كيملأ ودنيها كل ليلة. هاد الشي خلاها تصدق واحد الحاجة خطيرة، أن الحب كيجي مع الخوف، وأن القرب كيجي مع الألم، وأنها إلا بانت غادي تدير المشاكل. الطفلة كانت كتكبر يوم على يوم، ولكن الجرح كيكبر معاها. كتشوف الإهانة كتبلعها، كتسمع كلام يجرح كتحطه في القلب، وكتعلم تبقى ساكتة، كتعلم تصاين الدموع، كتعلم أنها هي السبب في كل شي خايب. كبرات ليلى، ولكن العقل ديال الطفلة بقى عايش فيها. ولات كتضحك قدام الناس، ولكن في داخلها عاصفة. كتخاف من كل صوت عالي، كتوتر من أي نقاش بسيط، كتدخل العلاقات بقلب خايف، كتخاف يبعدوا عليها الناس، كتخاف تهضر، كتخاف تقول لا. ولات كتظن أن قيمتها مربوطة برضا الآخرين. إلا ناس ما عجبهمش الحال فهي ما كتستاهلش الحب. صدمات الطفولة ماشي ديما كتكون ضرب ولا عنف كبير، مرات كتكون كلمة خرجت بلا حساب، نظرة حقرات، نهار تحسيتي فيه بوحدك، مقارنة قتلات الثقة، وعد تقصر، حضن كان خاصو يكون وما كانش. الطفل كيصدق كل شيء، كيحس وما كيفهمش، ولكن ما كينساش. ليلى دابا كبيرة، عندها خدمة، عندها ناس كيبانو كيعزوها، ولكن في كل مرة نفس الأصوات كتعاود تطلع من الماضي: راك ماشي كفات، راك ضعيفة، راك ما كتستاهليش الحب. وأي ملاحظة بسيطة كتخليها تحس بفشل كبير. أي تجاهل صغير كيرجع لي هذاك الخوف القديم، وحتى ملي الدموع كيبغيو يهبطوا كتمنعهم، حيت تعلمات أن البكاء ضعف، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. البكاء قوة، والاعتراف بالألم شجاعة كبيرة. باش تشفى ليلى خاصها تسمع الطفلة اللي فيها، تقولي ليها سمحي ليا خليتك تعاني بوحدك، سمحي ليا ما كنتش قادرة نحميك، دابا أنا هنا معك وما غاديش نخليك. الطفل ما كيحتاجش والدين مثاليين، غير والدين حاضرين. ما كيحتاجش حب بزاف، غير حب صادق ومستمر. ما كيحتاجش كلام كبير، غير كلمة أنا معاك. صدمات الطفولة كتبدل حياتنا، الثقة بالنفس، علاقاتنا، قراراتنا، ردود أفعالنا، وحتى صحتنا. كيبان الألم في الجسد على شكل قلق، ضيق تنفس، صداع، قولون، والجسد كيعاود يكرر الماضي. ولكن غادي نطمنك، الجرح كيبرى، والطفلة اللي فيك تقدر تضحك من جديد. غير خاصنا نبداو. باش نباويو لازم نعترفوا بالألم بلا خوف، نهضروا مع شخص يفهمنا، نكتشفوا القصص اللي خبيناها في القلب، نسامحوا اللي أذانا، ونسامحوا راسنا كتر، ونفرحوا بأي خطوة ولو صغيرة. حتى إلا كانت طفولتك قاسية، في الفاكت ديالك دابا دليل أنك قوية، أنك ناجية، أنك واقفة بالرغم من كل شيء. ليلى ملي بدات تسمع لطفلتها بدات حياتها تتبدل، الخوف نقص، الذات بدات ترتاح، وبدا الأمل يرجع. ماشي لأن الماضي مسحتو، ولكن لأنها تصلحت معاه. وإلا كنتي كتسمعيني دابا بغيت نقول لك راك تستاهلي الحب بزاف،
وتستاهلي السعادة، وتستاهلي المحبة من راسك قبل أي حد. البارح مر، ولكن الغد باقي جديد. الصفحات اللي جاية كتكتبهم انت، وبالطريقة اللي تستاهليها. حافظي على الطفلة اللي فيك، هي أنت قبل الآلام، هي أنت اللي ضحكاتك صافية، هي النور اللي غادي يخرجك من أي ظلام. أنا ليلى، وشكرا بزاف على الاستماع. كنتمنى قلبي يكون وصل لقلبك، وكوني متأكدة الخير باقي جاي.